أن الزوج ليس من حقه أن يسافر إلا بموافقة زوجته. وفي ابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين لابن القيم، يقول أن الفتوى من عند الله، بمعنى أنها يجب أن تكون يعني لها دليل من عند القرآن. أما لما أنا أقول أنا مثلا عندي آراء شخصية بتهاجم بيها، لكن ما أقول مثلا أن الزوج ليس من حقه أن يسافر إلا بموافقة زوجته، دي أنا قلتها. ليه؟ لأن بيسيب زوجته، بيسافر ويسيبها معلقة، ولما بيسافر وبيسيبها الأولاد بينحرفوا. فبقول ده رأيي، إن عشان استقرار الأسرة يقول لها إيه رأيك؟ أنا هسافر، تحب تيجي معايا ولا تقعدي مع الأولاد؟ لكن تقول لها سافر قد إيه؟ لأن يسافر سنة، بيقعد سنة ثم سنة ثم سنة، ثم يتزوج من أخرى ويترك بيته للإهمال، ويترك زوجته تتحمل مسؤولية لوحدها. وهيجي لك صاحبي يقوم بما تريدين، هيجي لك أخويا يشرف على الأولاد. ده بقى أنا بفتح كده أبواب الفساد.